عمرنا ما شفنا حد بيخش مصحة يتعالج من الحشيش. لا يمكن، دي ما بتحصلش، ما كانتش لا يمكن تحصل، ولا كنا عمرنا بنشوفها نهائي. دلوقتي كل الحالات المزدوجة، الحالة المزدوجة اللي جوه المصحات دي يعني نفسي وإدمان. يعني لو دخل مستشفى حكومي ولقوا حالة مزدوجة بيحولوه مستشفى العباسية، كلهم من الحشيش والله العظيم زي ما بحكي لكم. والمصحات الخاصة حالات مزدوجة بتبقى من الحشيش، بيتعالج نفسي وإدمان من الحشيش، بيجي لهم ذهان وبيجي لهم اضطرابات نفسية وفصام، خلاص موضوع كبير قوي. فحته بقى الكتامين اللي موجود في الحشيش ده كارثه كارثه كارثه. فيا صاحبي خلي بالك، ما الحشيش ما بقاش سيجارتين زي زمان وبتاع، عشان الشباب اليوزر اللي بتشرب تقول لك سيجارتين وخلاص يا باشا ومقبول اجتماعيا. خلي بالكوا جيلكوا ذهان وهتخشوا المصحات وهتتبهدلوا، فبلاش بلاها احسن. الحشيش ادمان. إذا كان الفيديو اللي انت شفته ده مهم، فالفيديو اللي جاي أهم وأصعب ويعتبر بالفعل كارثة. بس خليني في الأول أقول لك كلمتين علشان تعرف شبابنا رايحين على فين. في حد كده أعرفه، ده كان بالنسبة لي أكتر حد بيشرب مخدر الحشيش على مستوى الكون، حد على قديمه. المهم ان اتفاجئت من فترة انه بطل مخدر الحشيش ده تمام، ولما سألته ايه السبب اللي خلاك تبطل، ده انت بقالك سنين كتير بتشرب، رد عليا بإجابة صدمتني. قال لي بالبلدي كده، الحشيش الموجود دلوقتي مش هو بتاع زمان. ده مش معناه برضو ان بتاع زمان مش مضر، لا، بس لو بتاع زمان مضر 1 أو 2%، ده مضر 1,000,000%. قال لي اللي موجود حاليا مش حشيش اصلا، ده كله كيمياء، كيتامين. الكيتامين ده طلع اللي هو ايه، مهدد تيران، وبرشام صراصير وحاجات بتسبب هلاوس وايس الى اخره. يعني بالبلدي كده كيمياء لا اكتر ولا اقل. يعني زمان تلاقي واحد كان بيقول لك انا بشرب فريحي كل فين وفين والموضوع مش مؤثر معايا، دلوقتي لا، نفس والتاني ادمن الكيمياء خلاص. ولو مش موجود خد عندك عصبية بدون اي سبب، نرفزة، مشاكل، ممكن يعمل جناية. خلينا اجيبها لك بالبلدي اكتر، ان تأثير مخدر الحشيش اللي موجود حاليا مع الوقت نفس تأثير مخدر الشبو. اللي هو بص على واحد مدمن الشبو حاليا، وبعد فترة اتفرج على الشخص اللي هو بيشرب الحشيش اللي موجود حاليا، هتلاقي الاتنين نفس الشكل ونفس المواصفات وبرضه نفس التصرفات. وتعالوا نشوف الفيديو اللي جاي ده مع بعض وبعدها هنكمل كلامنا. بس يا ريت الناس اللي بتشوفنا دلوقتي تعمل مشاركة للفيديو ده. اللي كان بيشرب حشيش كان بيعوز يبطله بيبطله عادي، النهارده بيجيله اعراض انسحاب، وجع دم، ظهره بيوجعه، مزاجه مش حلو، نرفز، مخنوق، ريقه ناشف. قول لي صح، الاول بقى ما كانش فيه الاعراض دي عشان كان الحشيش اللي موجود كان بيور. انت النهارده شاب صغير وزي القمر، معكش فلوسه، ثمنه غالي عليك لان انت بتاخد مصروف من البيت، فهتنزل تشتري انت واصحابك جمعيه كل واحد 20 جنيه عشان تكيفوا. هتشتروا ايه؟ هترد قول لي هنشتري حشيش كيتامين. كيتامين ده بقى اللي هيمسح لك مخك، هيجيب لك ذهان تعاطي، هيجيب لك فصام، وهيخليك فاشل في دراستك، وهيخليك فاشل في حياتك، ومش هيخليك توصل لاهدافك. هو كده يعني، ده كيمياء. الكيمياء دي هتبقى مسيطره على جسمك كله وعلى مشاعرك وعلى افكارك. عرفت ليه بقى انا بطلع اقول لك؟ عشان انت خساره. نجومية انا عايزك تسمع كلامي، لاني مفيش حشيش في مصر. اللي انت بتاخده ده خلطه زباله هتمسح لك مخك. علشان كده بنقول لشبابنا، انتوا بتشربوا سموم، انتوا بتشربوا كيمياء. ما تفتكرش ان انت لما تجرب مره واتنين هتقدر تبطل، لا، هتدمن الموضوع ومش هتقدر ترجع، وهياخدك لسكه الهلاك. فما تجربش مهما حصل، ولو انت بتشرب ارجع دلوقتي علشان مش هتعرف ترجع قدام. يا اللي فرحان وبتشرب وبتقول اهم حاجه ما بشربش كيمياء ولا باجي ناحيه البرشام ولا الشبو ولا الايس ولا غيره، احب اقول لك ان وزاره الصحه بنفسها قالت ان مخدر الحشيش اللي موجود حاليا كله كيتامين، كله برشام، كله هلاوس، ومش هو بتاع زمان. وبكرر، بتاع زمان اذا كان مضر هو مضر، اذا كان مضر 1%، فبتاع دلوقتي اللي كله كيمياء في كيمياء مضر 1,000,000%. هلاوس، عصبية، خنقة، ضياع ما بعده ضياع. فزي ما قلت لك ارجع دلوقتي علشان مش هتعرف ترجع قدام. بس كده، ويا رب الرسالة توصل لكل الناس. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.